السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نشرح اليوم طريقة إبلاغ على أي شخص على تطبيق يوستر بأسهل طريقة. لكن قبل ما نبدأ في الشرح أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ودعم فيديو بلايك تحفيزنا على نشر المزيد. ونبدأ على بركة الله. الإبلاغ على أي شخص على تطبيق يوستر، نقوم بالدخول إلى التطبيق الخاص بنا كما تلاحظون، فتظهر هذه الواجهة. مثال، نقوم باختيار أي صديق أو أي شخص تريد الإبلاغ عليه قام بأشياء مخالفة للتطبيق. مثال، نقوم باختيار أي شخص، مثال أريد الإبلاغ على هذا الشخص على سبيل المثال، نقوم بالدخول إليه فتظهر هذه الواجهة الخاصة بالتطبيق أو ملفه الشخصي. نقوم بالضغط على خيار 3 شرطات هنا، ثم نجد خيار وهو إبلاغ، نقوم بالضغط عليه فتظهر هذه الواجهة، وتظهر هنا أسباب إبلاغ: الإباحية، التحرش والإهانة، معلومات كاذبة، العنف أو غير قانوني. تقوم باختيار أي سبب من هذه الأسباب. مثال، نقوم باختيار معلومات كاذبة. الرجاء الاستمرار في تحديد خيار انتحال شخصية، انتحال، يظهر مجموعة من الخيارات على حسب الاختيار الذي تقوم باختياره. مثال، نقوم باختيار انتحال شخصيتي هكذا، وتقوم بكتابة الوصف بأنه تم انتحال الشخصية الخاصة بك، أو تقوم بوصف الحالة التي تريد إبلاغ عليها: انتحال شخصية. تقوم بكتابة وصف جيد، أنا على سبيل المثال فقط أريد الشرح فقط. ثم تقوم بالتقاط لقطة شاشة أو سكرين شوت للتطبيق أو المخالفة، وتقوم بالضغط على علامة الزائد، وقد تقوم باختيار الصورة. مثال، نقوم باختيار هذه الصورة هكذا، ونقوم بالضغط على خيار تم، تظهر خيار تم هنا، فتظهر الصورة. يمكن اختيار أكثر من صورة، ثم تقوم بالضغط على خيار إرسال. هكذا تم إرسال إبلاغ بنجاح كما تلاحظون، وسيتم إبلاغ على هذا الشخص، وإذا كان يخالف القوانين سيتم إغلاق حسابه. أرجو أن يعجبكم الفيديو، شكرا للمتابعة.